اشهر سؤال بقى ترند دلوقتي، ايه الفرق ما بين الخيوط والفيلر؟ هكلمكم تفصيل عن الخيوط اللي هي الثريدز وامتى نحتاجها وايه الحالات اللي بتحتاج للخيوط. طبعا احنا عندنا كذا نوع من الخيوط بيختلف على حسب احنا هنعمله لايه. اول نوع عندنا بنسميه الخيوط المونو، ده بنحقنه حوالين العين، ممكن يدينا نضاره في نفس الوقت بيعالج الفاين رينكلز، ممكن كمان نحقنه في الجبهه، ده بيعالج لنا الفاين رينكلز او الستاتيك رينكلز اللي ما جابتش نتيجه بالبوتوكس. تاني حاجه في نوع من الخيوط بنسميه السكرو، ده بنعالج بيه حالات الحروق، في نفس الوقت ممكن نستخدمه في حالات الندبات او حالات الصبغات بعد حب الشباب. اشهر نوع واللي بنستخدمه على طول في العياده هو النوع الليفتنج، وده بنستخدمه لشد الترهلات، وخصوصا لو كانت الترهلات شديده بسبب عوامل الايدجنج واللي بتعمل ترهلات في البشره، او ممكن كمان بعد عمليه التكميم والترهل الشديد والسادلنج اللي بيحصل بعد العمليه. النتائج بتكون حلوه قوي. البروسيجر عندنا في العياده سهله جدا، بتاخد ربع ساعه بالظبط، وكل ده بيكون ببنج موضعي من غير اي الم. البيشنت عندنا بيقدر يرجع لحياته الطبيعيه ويروح شغله تاني يوم، والموضوع سهل جدا. الخيوط بتاخد فتره طويله جدا معانا، ممكن توصل من سنه ونص لسنتين. معاكم دكتور اسراء عبد الرحمن، اخصائي الجلديه والتجميل والليزر.